السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعين ومتابعات قناة جرائم واقعية. نتمنى متابعي الكرام أن تكونوا في أحسن حال، وبلا ما نطول عليكم نبدأ في سرد جريمة اليوم. في سنة 2002 في واحد الدوار بمنطقة ولاد سعيد، واحد العائلة مشات عند الدرك الملكي كتبلغ على الاختفاء ديال ولدهم ومرته. في المحضر اللي حروا ليهم الدرك الملكي كيقولوا اودي ولدنا خرج هو ومرته البارح مع الصباح بكري باش يشدوا الطريق ويسافروا لمدينة مكناس عند واحد الطبيبة أخصائية في أمراض النساء، لأن مرت ولدنا ما كتولدش، ومشاو عند هذيك الطبيبة لمكناس. والبارح في العشية مني تعطلوا صونينا عليهم، ولكن ما كيجاوبوش، وتليفوناتهم بجوج طافيين، وتسنينا حتى الصباح وحنا جينا عندكم دابا كنديكلاريو. الجدرمية سجلوا لهم محضر البحث لفائدة العائلة، وقالوا لهم إلا كان شي جديد راه حنا غنعيطوا لكم. عائلة الراجل اللي مختفي وعائلة المرأة اللي مختفية بقاو كل مرة كيمشيو عند الدرك الملكي كيسولوا إلا كاين شي جديد، ولكن ما كيلقاو والو. داز تقريبا أسبوع على هذا الاختفاء. واحد الصباح شي ناس دايزين في الطريق من حدا واحد البير غاديين للسوق الأسبوعي ديالهم اللي كيمشيو ليه، كيشموا واحد الريحة خايبة بزاف. الناس تجمعوا على داك البير وقالوا ودي هذا شي حيوان طاح في البير، شي كلب ولا شي مش. ولكن هذاك الصباح كانت الضبابة بزاف وكيطلوا في البير ما كيبان لهم والو. ولكن واحد شوية بدا النهار كيطلع، شرقات الشمس، كيبان لهم في البير جثة ديال مرا لابسة جلابة خضراء ومرمية في البير. هنا عيطوا على الدرك الملكي، وبعد تحديد الموقع جاو الناس ديال الوقاية المدنية وانتسلوا الجثة. اللي مني جبدوها الناس تأكدوا عرفوها شكون هي، عرفوها قالوا هذه مرت فلان بنت فلان اللي كانت مختفية هي والزوج ديالها. ولكن السؤال المطروح هنايا هو إلا كانت الجثة ديال المرأة لقاوها في البير، إذن الراجل فين هو؟ واخا غنخليو هاد السؤال حتى من بعد. هنا جاو عائلتها لعند الدرك الملكي، وجاو عائلة راجلها اللي مازال مختفي. وقع واحد المشكل كبير في البريكات ديال الدرك الملكي. هادوك والدين البنت وخوتها بداو كيتعايروا مع والدين الراجل بنتهم اللي تا هو مازال مختفي، وكيقولوا لهم ولدكم هو اللي قتل بنتنا. هنا الدرك الملكي سمعوا هاد الهضره وقالوا لهم علاش هو اللي قتلها. قالوا لهم اسيدي هو ديما كيضربها وكيعايرها وكيقول لها انا غادي نطلقك وانتي ما كتولديش، وديما تيجري عليها. وعائلة الراجل كيقولوا لهم اودي نتوما الا لقيتو بنتكم ودرتو ليها قبر، حنا راه ولدنا ما عرفناش فين كاين وما عرفناه واش حي ولا ميت. هنا الدرك الملكي بداو كيوسعوا شويه دائره البحث، ودخلوا بات الولد اللي مازال مختفي، وقالوا ليه عافاك عاود لينا على ولدك وعلاقته بمرته وكيفاش تعرف عليها، عاود لينا اي حاجه كتعرفها. قال لهم اسيدي ولدي ما يمكنش يقتل مرته، وهو كيبغيها ودار المستحيل غير باش يتزوجها، لدرجه كانت غطيح الروح في الدوار على قبلها. قالوا ليه الدرك الملكي كيفاش كانت غطيح الروح؟ قال لهم اسيدي هاد البنت قبل ما يتزوج بها ولدنا كان خطبها واحد السيد عطار عندنا في الدوار وما بغاتش تتزوج به، وملي خطبها ولدي وافقت، وجا هذاك العطار وتخاصم مع ولدنا ودخلوا غير الناس وفكوهم. هنا الجدرمية خداو هاد الأقوال هادي بعين الاعتبار، واستدعاو هذاك العطار وجا عند الجدرمية وسولوه. قالوا ليه شنو علاقتك بحسن، حيت هذاك اللي مختفي سميتو حسن. قال لهم حسن خويا وصاحبي. قالوا ليه ولكن حنا عندنا هضره اخرى، الناس كيقولوا باللي انت وياه كان وقع بيناتكم شي مشكل وهو تزوج بالمراه اللي كنتي انت باغي. قال لهم هادشي انا نسيتو، ودابا علاقتي به مزيانه وبحال الخوت، وتقدروا تسولوا عائلته. بالفعل عائله المختفي كيقولوا باللي فعلا واخا كان وقع بيناتهم هذاك المشكل، ولكن دابا راه عادي وعلاقتهم عاديه. الجدرميه قالوا للعطار واش انت مزوج؟ قال لهم اسيدي لا. واخا. قالوا ليه سير الا احتاجيناك غادي نعيطوا لك. قال لهم واخا. مشى هذاك العطار
وبدا كيمشي للأسواق الأسبوعية كيف عادته، ومني كيرجع للدوار كيقول للناس راني اليوم شفت حسن في السوق، ولكن راه غير شافني وهو يهرب. اليوم غدا اليوم غدا، كل مرة كيقول لهم شفت حسن في السوق، والناس ديال الدوار كيقولوا ليه كيفاش انت كتشوفو غا بوحدك وحنا ما كنشوفوهش، واش غير انت اللي كتشوفو؟ هاد الهضرة وصلت عاوتاني للدرك الملكي، بأن داك العطار راه كل مرة كيقول للناس أنا شفت حسان اليوم في السوق. الدرك عاودوا استدعوه، قالوا ليه كيفاش هاد القضية ديال كتشوف حسن في السوق والناس الآخرين ما كيشوفوهش، ولدرجة بقى كيقول للناس أنا شفتو اليوم، شفتو في هاد السوق الأسبوعي وفي السوق الآخر، كيقول لهم شفتو اليوم عاوتاني وشافني وهرب. حتى ولاو الناس غير كيشوفوا داك العطار جاي من السوق وكيقولوا ها هو غايقول لنا انا شفت حسن اليوم في السوق عاوتاني. وهذا الشيء غريب شويه. هنا الجدرميه قالوا ليه غنمشيو معاك للدار، هزوه ومشاو معاه للدار. دخلوا كيقلبوا المنزل، واحد الجدرمي بان ليه واحد الصاك محطوط فوق الماريو، صاك ديال العيالات، وجبدو وقال ليه هاد الصاك ديال من؟ ياك انت ما مزوجش؟ ديال من هاد الصاك هذا؟ قال لهم هذاك كنت لقيته في واحد المره في السوق وجبته معايا. هذاك الجدارمي حل هذاك الصاك، هو يلقى فيه تليفون عادي ديك نوكيا بيل وبسطام. تليفون لقاوه طافي والبسطام ديال العيالات. حلوه وهما يلقاو فيه لاكارت ديال المراه وكارت فيزيت ديال واحد الطبيبه. قالوا ليه شكون مولات هاد لاكارت؟ قال لهم ما عرفتش، انا غير لقيت الصاك وجبته. الجدرميه هنا عيطوا على والدين هذيك المراه اللي لقاو مقتوله ومرميه في البير، وراوهم لاكارت وقالوا لهم هذه بنتنا. هما يقولوا للعطار اش كتخربق علينا، وانت اللي كان عندك مشكل مع راجلها، وانت اللي كتشوفو غير بوحدك في السوق، وها انت دابا عندك الصاك ديال مرتو. الجدرميه حطوه امام الامر الواقع وواجهوه بالادله وقالوا ليه حنا ما بقيناش محتاجين الاعتراف ديالك، كل شيء واضح دابا، غا قول لنا دابا الراجل فينا هو. هو يعترف ويقول لهم انا اللي قتلتهم والراجل دفنته ورا الدار. هنا رجال الدرك خرجوا معاه ورا الدار، لقاوه دافن الراجل حدا واحد القرقاره ديال الطواليط اعزكم الله، باش زعما الا عطات الريحه يقولوا راه غير الطواليط هادي. وقالوا ليه الجدرميه كيفاش حتى قتلتيهم؟ جاوبهم وقال انا كنت جالس انا وياه في الليل، واحد شويه قال لي انا غادي نمشي الله يعاونك، انا خصني نمشي، راه غدا غندي المراه لعند واحد الطبيبه في مدينه مكناس، وخصني نفيق شويه بكري مع ديك 5 ديال الصباح، وحيت انا عندي الطوموبيل قلت ليه انا نوصلكم ماشي مشكل. قال لي واخا. بالفعل داك الصباح كانت باقا الظلمه، ركبوا وزدنا، وصلنا حدا واحد الغابه، ودرت راسي بحال الا عندي مشكل في الرويضه، ونزلت انا وياه كنشوفو. تكا هو يشوف تحت الطوموبيل وانا جبدت الموس بقيت كنضرب فيه، ضربته للكلاوي وضربته للقلب وبقى طايح تما. وجبدت المراه من الطوموبيل وقجيتها حتى ماتت، وهزيتهم بجوج ودرتهم في المالا. درت ورجعت لحت المراه في البير وهو جبتو دفنتو ورا الدار. وقالوا ليه علاش كنتي كتقول الناس كنت كنشوفو في السوق؟ جاوبهم وقال زعما باش ما تبقاوش شاكين فيا. هنا تحرر محضر رسمي فيه هاد الاعترافات ديالو مرفوق بالادله اللي كتدعم القيام ديالو بهاد الافعال المنسوبه اليه، وتحكم بالمؤبد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا تنسوا متابعينا الكرام الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، ودمتم في أمان الله ورعايته.